رحلتنا إلى فندق ومطعم ليونور، فندق لتاريخي وجميل. بدأت الرحلة من مدينة ناظور عبورا على بنينصار وحدود بين منيليا وبنينصار. أيضا مباشرة عبرنا على فرخانة وبني شيكار اللي فيها الطبيعة جميلة جدا، ما تسخش بالجمال الطبيعي هنا. وصلنا ليونور، طبعا هناك فندق وهناك مطعم. الفندق فيه قهوة والمطعم أيضا كبير، فيه أماكن كثيرة تقدر تزورهم وبزاف الحوايج. فيه السطح الأولي والسطح الثاني اللي كان في الأعلى بزاف. اليوم كان ممتع بزاف، واخا هكاك خلقنا الجو، كان يوم رائع جدا. تلاقينا مع ناس جو مختلف البلايص. أما الأكلات الشعبية المغربية متواجدة على نار وعلى الحطب. أما الأجواء والأمبيونس ما غاديش تخليك تمل. خو أبدع 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 يا طاووس وأرينا جمالك. لقيت هنايا الطاووس، إلا لاحظتوا راه كاين الفرق ما بين ذكر الطاووس اللي عنده ريش الجمال وما بين أنثى الطاووس. أنثى الطاووس كاينة هنا لداخل، ما عرفت واش غادي تبان لكم ولا لا. ها هي أنثى الطاووس، فراه كاينة لهيه لداخل، إلا لاحظتوا ها هي لداخل. أنثى الطاووس كتكون مختلفة على الذكر. الأنثى كتكون ما عندهاش الريش، يعني ما عندهاش داك الزواق داك الذيل الجميل، والذكر كيكون طبعا معروف بالجمال ديالو. إلا لاحظتوا ها هو الريش ديالو الجميل، شتي الريش ديالو كيفاش داير، ما شاء الله، سبحان المبدع سبحان الخالق. طاووس بيكاك، بلاصه زوينه بزاف، الصوت ديال الطاووس. المهم بلاصه زوينه بزاف، كاين بلاصه على السطح، بلاصه في الوسط، وكاين بلاصه هنا لتحت في هذا المكان الجميل جدا. شوف المنظر، شوف سبحان الله. اي واحد جا زياره لناظور كنصحو يزور هذه البلاصه اللي كيقلبوا على الطبيعه والهدوء. هذه هي بلاصتكم.